3 أكياس شاهي وموية. بعد ما يغلي حشيل الأكياس. ملعقة قهوة، ليمون، ملعقة قرنفل وحنة. بحط لما يصير قوامه كذا، وحنتظره لما يبرد. وهنا بعد ما برد حط أي زيت انتي تبغيه. أنا حط زيت زيتون، جوز هند، زيت اللوز الحلو، فيتامين اي. كثروا زيت قد ما تقدروا. حنغطيها لمدة 2 وبعدين حنقدر نستعملها. تقدر تستعملينها 2 في الأسبوع، وتقدر تحتفظي فيها في الثلاجة. كل ما احتجتي خرجيها حطيها في الميكروويف عشان تذوب، وبعدها حتقدر تستعمليها.